مش انا عيد ميلادي النهارده. الحمد لله والشكر لله، انا النهارده تميت 29 سنه. لو انت اول مره تشوفني فانا اسمي عمرو اسماعيل، انا مالتي ميديا سبيشالست. ولو عايز تعرف انا منين، انا من اسكندريه. انا شخص من ناس كتير اللي ما بتحبش عيد ميلادها، ما بتحبش تحتفل بعيد ميلادها، بتحب ان هي تختفي في عيد ميلادها. بس كان عندي اسبابي، مع ان كان في ناس كتير قوي بتزعل مني. كان فكره ان انا عيد ميلاد ده يوم واضح، تاريخ واضح، بسنه واضحه، فبالتالي بيبقى اكتر يوم ممكن يتجمع فيه ذكريات. ممكن في نفس الوقت يتجمع فيه ذكريات حلوه جدا، وممكن في نفس الوقت يتجمع فيه ذكريات وحشه جدا، او ممكن يتجمع فيه ذكريات تتحول من حلوه لوحشه. يعني مثلا كان في ناس موجوده فما بقتش موجوده لظروف حياه، ايا كان مغترب او اللي عنده شغل او اللي مشغول او اللي بقى ينسى التاريخ، او مع ظروف الحياه ما بيركزش اصلا النهارده ايه ولا النهارده تاريخ ايه. انا ذات نفسي ما بركز. فبالتالي ممكن يكون في ناس انت كنت متعود على طول ان هي تبقى موجوده في اليوم ده، فما تبقاش موجوده غصب عنهم. فانت ممكن يبقى عندك سنه عشم او سنه توقع شيء، وتلاقي ان الحاجه دي ما بتحصلش، او ان انت تبقى متوقع الحاجه ان هي تحصل، فلما تحصل ما تحسش ان هي ليها طعم. فالموضوع بيبقى كومبليكيتد شويه بالنسبه للناس اللي بيبقى عندها اوفر ثينكينج زي حالتي. فبالتالي انا ما بحبش ان انا ممكن اربط اليوم ده بحاجه حلوه مع ناس معينه والناس دي ما بتبقاش موجوده، فبالتالي احس باحساس ان هم مش موجودين، فبيبقى غصب عني وعنهم، فنبقى زعلانين وهكذا. فبحب ان انا الغي الاحساس ده خالص. فبالتالي بختار ان انا ما ابقاش ظاهر في اليوم ده، بحيث ان لما يبقى في اي سيلبريشن او في اي حاجه ما تبقاش متسجله بتاريخ محدد بيوم محدد انا افضل فاكره طول العمر. ممكن يكون حلو يتحول لوحش، او هو اصلا ان هو كان وحش. بس السنه دي انا اخترت ان انا اغير الموضوع ده، بس اغيره مع نفسي. يعني ايه اغيره مع نفسي؟ انا قررت ان انا ادبس نفسي. انا بالنسبه لحته الكونتنت كريشن انا كنت بادئ بقالي سنين كتير. كان الهدف عندي اساسه ان انا لما ابتدي في الاول ان انا عايز افيد الناس، ان ربنا من عليا وفضله مغرقني بالعلم اللي هو اداهوني بعد سعي كتير ومجهود كتير، حاجات انا اتعلمتها في سنين كتير لوحدي بسيلف ليرنينج، وقعت وخسرت وفلوس راحت وفلوس جت، وقت بيضيع، واتعلمت حاجات غلط ورجعت اتعلمتها تاني صح بسبب اسباب كتير، ايا كان بقى ناس درست لي غلط، او حد اداني المعلومه بشكل غلط، او حد كان بخيل عليا بالمعلومه. فكان بالنسبه لي ان ربنا فضل عليا ان انا بعد تعب كتير ان انا بقى عندي علم، فانا عايز اديه للناس لمجرد الناس تبقى فاهمه صح وتبقى المعلومه واصله لهم صح. فبسبب ظروف الحياه او بسبب الاوضاع المزاجيه او ايا كان المود سوينجز اللي بتبقى ماشيه معانا، ايا كان، مع شويه دلع، مع شويه كسل، مع شويه انا عايز ان الحاجه تطلع بروفيشنال، لازم ان انا ابقى مصور كويس قوي، لازم ان يبقى فيه لوكيشن، فكان بيطلع حاجات كتير على اساس ان انا ما انزلش كونتنت. فانا قررت ان انا ادبس نفسي زي ما انا بقول للناس على طول اللي دبسوا نفسكم، ان انا دلوقتي بدبس نفسي بالفيديو ده. ان انا قررت احول يوم 27 واحد بدل من اليوم ده اللي انا دايما كنت بختفي، ان انا عايز احول يوم 27 واحد ده ان ده يوم يبقى كل سنه انا ابتدي ان انا ابص عليه افتكر انا قد ايه فدت الناس، انا قد ايه ان انا ما اتدلعتش، قد ايه ان انا ما قصرتش في اي يوم، ولو لقيت ان انا قصرت في اي يوم ابتدي ان انا اعيد حساباتي تاني واعيد ان انا افيد الناس اكتر، بحيث ان ابقى انا احول اليوم ده من تاريخ ان انا دايما كنت بحس ان في حاجه وحشه، ان انا افرض على نفسي ان انا اللي في ايدي ان انا اخلي ان التاريخ ده احسن بكتير واقدر ان انا افيد الناس بكتير. وبالصدفه مع المناسبه دي انا تميت في الفيديو ده اول 10,000 على انستجرام، مع ان انا ما كانش هدفي فولورز خالص. انا كان هدفي ان شاء الله لو واحد بس بيتفرج على الفيديو بتاعي يكون مستفيد. ربنا يجعلني قد التدبيسه دي وربنا يجعلني قد المسؤوليه دي. والصراحه انا ما كنتش عايز اقفل الفيديو غير لما اوريكم المنظر ده. من كل الناس اللي بتحب اسكندريه اديني وريتكم اسكندريه اهو. شكرا لكل واحد كمل الفيديو ده لحد الاخر، لان دي كبيره قوي 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 عندي، وان شاء الله اكون قد المسؤوليه. شكرا لكم والسلام عليكم.